أحبطت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء صباح اليوم الأحد محاولة مغادرة مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، وذلك تنفيذا لقرار قضائي يقضي بمنعه من الخروج من التراب الوطني. أثناء قيام المعني بالأمر 30 سنة بإجراءات التسجيل للسفر عبر رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية متجهة إلى باريس، كشفت عملية التنقيط الأمني أنه موضوع ملاحقة قضائية، وقد تم إبلاغه بالقرار في امتثال تام للمساطر القانونية وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة. تعود تفاصيل القضية إلى ضجة أحدثها المعني بالأمر على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقاطع فيديو تتضمن عبارات نابية وإساءات مباشرة في حق سكان مدينة مراكش والمغاربة. هذه المقاطع دفعت عددا من المواطنين المتضررين إلى تقديم شكايات رسمية، مما استدعى تحرك السلطات الأمنية والقضائية بشكل مستعجل. يخضع المشتبه فيه حاليا للبحث القضائي للوقوف على كافة ملابسات القضية في انتظار صدور الأحكام القانونية المناسبة في حقه، مع تأكيد السلطات أن عملية التوقيف تمت بشكل سلس ووفق الضوابط المعمول بها. تبقى هذه الواقعة تأكيداً على صرامة السلطات في التعامل مع كل ما يمس كرامة المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية. كانت معكم قناة أخبار المغرب.